ازيكم؟ وحشتوني قوي. اول مره استخدم الصينيه بتاعه الفرن. تعالوا اقول لكم هعمل ايه. انا هنا عندي فلفل اخضر بارد وحراق، وعندي هنا طماطم مقطعها صوابع، وهقطع كمان البصل. وقطعت البصل والبطاطس صوابع رفيعه مش تخينه، مقطعهم كلهم تقطيعات رفيعه نوعا ما، مش تخينه قوي. ضفت له ملح وفلفل اسمر بس، ما ضفتش اي توابل تاني. وهديله كمان حبه زيت كده مش كتير. تقدروا تضيفوا اي نوع خضار انتوا حابينه. وهقلب كل ده حلو قوي مع بعض. وادي شكلها بعد ما وزعتها بالشكل ده. وهنا بقى عندي الاجنحه بتاعتي، انا متبلاها ببصلايه وطماطمايه وكمان وكوبايه زبادي ونص معلقه ثوم، ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وبهارات ايطالي وبابريكا. تقدروا تضيفوا اي نوع بهارات انتوا حابينه. وحطيت لها كمان كزبره خضراء في التتبيله، وهرصها على الخضار بتاعي. وادي شكلها اهو بعد ما انا رصيتها وسايباها متوزعه مش مزنقاهم في بعض عشان تتشوي معايا زي ما انا عايزه. هدخلهم على فرن سخنه، وبعد كده ربع ساعه وهدي النار عشان كل حاجه معايا في الصينيه تستوي. هرجع لكم تاني اوريكم شكلها واوريكم كمان ايه الخطوه اللي بعد كده. اهو الفراخ بعد ما طلعت الاجنحه يا جماعه، وريحتها تحفه، مستويه وجميله ومش محتاجه. كنت هعمل لها صوص تلميع كده عشان تحمر، بس ما شاء الله عليها مش محتاجه حاجه خالص، حمرت لوحدها. ده الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو بقى متنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نكبر سوا. نتقابل فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.